بتبدأ حكايتنا بواحدة بتمشي وبتنام على الأرض، وبعد كده بنشوف دايمن وستيفان وهما بيتناقشوا عن اللي حصل لإلينا وإن إخماد إنسانيتها كان فكرة غلط. وبيقول ستيفان إن هما محتاجين سبب قوي عشان تنقذ إنسانيتها، فبيقول دايمن هيستخدم رابطة الاستسياد عشان يرجع إنسانيتها. بنرجع لإلينا وهي نايمة في وسط الطريق، وفي عربية بتقف وبتنزل منها واحدة بتحاول تساعد إلينا، بس زي ما انت عارفين دي فامباير وهتمص دم أمك دلوقتي. ما علينا، بتروح عشان تطلب المساعدة، فبتقوم إلينا وبتروح وراها وبتمص دمها بشراسة وبتكون هتقتلها، بس دايمن بيجي وبيلحق، فبتاخد بعضها وبتمشي. وبنشوف هيلي وبتدخل بين عربيات وبيظهر مصاص دماء وبيحاول يقتلها، بس كلاوس بينقذها وبيعضه بشق المزقوب. مصاص الدماء ده بيهرب، وبيقول كلاوس انه قدام وقته هيموت، وان هيلي غاية عشان اتفقت مع كاترينا بتروفا وان هو هيحميها، بس تقوله عن كل اللي تعرفه عن كاسري. بنشوف إلينا وهي في الحمام وبتسمع ان ستيفن عاوز يرجعها المدرسة، بس دايمن ما بتعجبوش الفكرة، يقوله ان لازم يلاقي كاسرين والترياق. فبتظهر كارولين وبتقول انها فكرة كويسة ان إلينا تروح المدرسة، فبيسألها دايمن هي بتعمل ايه عندهم، فبتقول ان بيتهم الوحيد اللي المية ما فيهاش فرفان، وان العمدة حط فرفان في الخزان العمومي. فبيطلب دايمن من ستيفن انه يساعد ليز، فبتيجي إلينا وبيطلب دايمن من إلينا انها ما تأذيش حد في المدرسة. بنروح المدرسة وبنشوف كارولين وبتكلم تايلر وبتطمنوا على أحوالهم. بيجي مات وبيسألها عن بوني وبتقوله إنها بخير، وبتيجي إلينا وبتطلب من كارولين تدخلها فريق المسابقة بتاعة التشجيع، وكارولين بتوافق. بيروح دايمن لكلاوس وبيسأله عن هيلي واللي تعرفه عن كاسرين، بس كلاوس بيرفض يخليه يقابل هيلي وبيقوله عن مصاص الدماء اللي عضه يمكن يعرف مكان كاسرين، بس ما قداموش وقت كتير وهيموت. بنروح لستيفان وهو بيتكلم مع ليز عن اللي بيسرق أكياس الدم من المستشفى، وبتقوله إن اللي سرق الدم هيعرضكم للخطر، وبتسأله مين ممكن يعمل كده. بنروح المدرسة وبنشوف المشجعات بيستعدوا للمسابقة، ففي واحدة من المتسابقات من الفريق التاني بتنسى حاجة وبتروح للباص عشان تجيبها، وبتروح إلينا وراها وبتمص دمها وبتاخد ربطة الشعر بتاعتها وبترجع تاني للمسابقة. بس كارولين بتاخد بالها من الربطة بتاعت شعرها وبتعرف انها مص دم المتسابقة وبتلومها على ده، وبنعرف انها مش متأثرة برابطة الاستسياد. وبيقول ستيفن لدايمن ان رابطة الاستسياد مشتغلتش، وبيقول له رابطة الاستسياد قائمة على مشاعر إلينا ليه، بس هي أخمدت إنسانيتها فما عندهاش مشاعر. وبيقول له أنت فين، فبيقول له دايمن إنه بيدور على مصاص دماء هيوديه لكاسرين والترياق. بعد كده بيقابل دايمن ريبيكا وبتطلب يساعدها تلاقي الترياق، بس بيرفض، فبتقول له ان معاها دم كلاوس اللي هيشفي مصاص الدماء اللي عضه كلاوس، فبيوافق يساعدها. بنروح لكلاوس اللي بيسأل هيلي عن كاسرين، فبتقول له انها كانت بتدور على اهلها وكاسرين وعدتها تساعدها مقابل تقول لها عن مكان الترياق، فبيقول لها كلاوس انه هيحميها مقابل تتعاون معاه. بيروح ستيفن لإلينا وبيقول لها انتي اتغذيتي على المشجعة، فبتقول له ايوه، وبيسألها عن اكياس الدم المسروقة، بس هي بتنفي ده، وبيحاول ينصحها بس هي بترفض النصيحة. وبتبدأ المسابقة، بس خلال العرض بيرفعوا كارولين لفوق، بس إلينا بتسيبها تقع على الأرض. بروح لستيفن اللي بيطلب من إلينا تروح معاه للحانة وبيرمي لها الخوذة وبسرعة بيحقنها بالفرفان. بنروح للمستشفى وبنشوف دايمن وريبيكا وهما بيدوروا على مصاص الدماء الغريب. بيدخل دايمن أوضة الدم وبيلاقيها مسروقة، وبيستغرب لأن مصاص الدماء مريض ومش هيعرف يسرق مستشفيتين، وبيعرف إن في حد تاني سرق الدم. بنروح لكلاوس وهيلي اللي بتتريق على اللوح بتاعته، بس بتعجبها لوحة واحدة، وبيكلمها كلاوس عن مدى حبه للرسم، وبيقول لها تقول له عن أسماء اللي بيساعدوا كاسر. بنروح لإلينا اللي بتفوق وبتسأل ستيفن هو حابسها ليه، فبيقول لها انه حابسها عشان اللي مصت دمها. فإلينا بتكلم حد، ولما بيسألها بتكلم مين بيسمع صوت تحت وبينزل وبيلاقي مجموعة شباب داخلين البيت، وبيعرف ان إلينا عاملة حفلة. بيجيب ستيفن كارولين، فبتقول له هنعمل ايه، فبيقول هيمنعوا إلينا انها تقتل اي حد. فبتطلب كارولين من ستيفن انه يشوف له موزة ويرقص معاها، فبيشيلها هي وبيرقص معاها. بنشوف دايمن وهو بيمص دم الممرضة وبيطلب منها تمشي ببطء لحد عربيتها عشان يستدرج مصاص الدماء. لما بتوصل للعربية بيحاول مصاص الدماء يهاجمها، بس دايمن بيمسكه وبيعرف ان صاحبه القديم واسمه ويل، وبيقول له ويل انه محتاج مساعدة، بس دايمن بيقتله ويقول لريبيكا ان حالته متأخرة. بيعرف كلاوس ان مصاص الدماء مات، وبيقول لهيلي انها ممكن تمشي او تقعد، بس بتوافق تقعد. بنشوف ستيفن وكارولين وهم بيرقصوا، وبتيجي عليهم إلينا وبتقول لهم استمتعوا. بتيجي ليز وبتحاول توقف الحفلة، بس إلينا بتمسكها من ايدها جامد وبتهاجمها، بس كارولين بتلحقها. وبتحاول كارولين تهاجمها بس ستيفن بيمنعها، بس إلينا بتهرب من الشباك، وبيعرفوا انها كانت بتخدعهم عشان تهرب، وبيقول لها ستيفن انها لو شافتها تكسر رقبتها. بيوصل دايمن للبيت وبيتكلم شوية مع ريبيكا، بس ستيفن بيبعت له رسالة وبيقول له يساعدهم يلاقوا لينا.
بنروح للغابة. بتقول كارولين لإلينا إنها أقوى منها، فبتظهر إلينا وبتضرب كارولين وبتحاول تخنقها، بس كارولين بتبعدها عنها. إلينا بتستفزها فبتهاجمها، بس إلينا بتضربها وبتغرس وتد في بطنها، بتحاول تغرسه في قلبها، بس دايمن وستيفن بيمسكوها وبياخدها دايمن وبيمشي. بنشوف كارولين وهي قاعدة بتوصلها رسالة من مات بيقولها تقابله في بيت تايلر. بيجي ستيفن وبيقول لي إن لازم يساعدوا إلينا ترجع مشاعرها. بنروح لدايمن اللي بيلوم إلينا على اللي عملته، فبتقوله كم مرة حاولت تقتل ستيفن، فبيطلع صورة ليه وصاحبه اللي قتله، فبتسأله مين ده، فبيقول لها سر من أسراري. بتروح كارولين بيت تايلر بس ما بتعرفش تدخل، فبيجي مات وبتسأله ليه مش قادرة تدخل، فبيذلها بالدخول فبتدخل. فبيديها رسالة من تايلر بيقول فيها انه مش هيرجع وانه نقل ملكية البيت لمات، فبتعيط ويحضنها مات. علاقة قذرة بعيد عنكم. بنروح لكلاوس وهيلي اللي بيشوف علامة غريبة على ظهرها وبيقول انا شفت العلامة دي قبل كده، وبيقولوا انه ما شافش العلامة دي الا على عشيرة من المستذئبين كانوا بيعيشوا في لويزيانا. بيجي اتصال لستيفن من ليز بتقوله في مشكلة كبيرة، فبيرن على دايمن وبيقوله ان في بلاغات عن سرقة 6 بنوك دم تانيين، فبيقوله مش إلينا ولا احنا. فبيقول سايلس جا ورانا من الجزيرة وبيقوله انه ما اتغذاش من 2000 سنة. فبيقفل معاه دايمن وبيطلع معاه إلينا وبيقول لها انهم رايحين نيويورك. وبتنتهي الحلقة على كده. يلا انت وهو لا حطوا لايك. كونغ فو باندا المعلم شيفو قد اكتشف قدراته، علمه أشياء تنمي مهاراته. كونغ فو باندا كونغ فو باندا أساطير الروعة رائع.